في هذه الدقائق إن شاء الله، وده بالنسبة للناس الجدد اللي بتتابعني، ومعلش لو بكرر الكلام للناس اللي مشرفيني في القناة. الفيديو ده أنا بشكر فيه كل حد تابعني من أهل العلم، من الناس اللي هي عندها علم بيتصل بيا ويقول لي أنا متابع لكل شيء أنت بتنشره. فبغض النظر عن المشاهدات العالية جدا واللي هي تعتبر من باب الرزق، مش بتكلم عن الفلوس، إن الواحد يعني رسالته توصل لأكبر عدد من الناس، ده في حد ذاته رزق. بغض النظر إنه الموضوع دي عندي يعني قليل جدا نوعا ما، ولكن بفرح جدا لما بلاقي نوعية الناس اللي بتتابعني حتى لو عددهم قليل، ناس الواحد يتعلم منهم، فتكون الفيديوهات بتاعتي في حافز مهم بغض النظر عن المشاهدات، ان انا بتعلم، انا بقدم محتوى بس بتعلم من اللي بيسمعني او بيشوفني ونستفيد من بعض. فدي اول رسالة شكر للناس اللي بتتابعني من زمان واي حد جديد، وارجو انه العدد يكبر، لان انا يعني بجتهد، لان انا عارف ان وقت حضراتكم ثمين. الناس كلها دلوقتي في الوقت مزنوقه، يعني كل واحد فينا عايز ممكن 80 ساعه في اليوم مش 24 ساعه، فربنا يجبر بخاطر الجميع يعني. فده شيء شرف ليا انه في حد بيديني جزء من وقته وبيتابعني، فاتمنى انه ده يزيد، وان شاء الله اجتهد في خدمه حضراتكم في تقديم ما ينفع. طب ايه بقدمه على قناتي؟ انا بقدم على القناه بتاعتي حاجات من التراث، بسميها في قسم اسمه محطات من التراث. هنجيب لكم ان شاء الله حاجات حلوه جدا فيه باذن الله، حاجات ثمينه ما تعتمدش على الفرقعه، لا تعتمد على فعلا حلاوه الحاجه نفسها القديمه والتاريخيه، وممكن نستنتج منها ايه ونعمل ايه. هجيب لكم كل فتاه مميزه وكل ست صعيديه مميزه عملت شيء كويس بالفعل يستحق التكريم، مش بالكلام والمدح، تحت عنوان اميرات الصعيد. إن شاء الله هيكون في حديث عن الشخصيات، وهيكون أيضا ده طبعا تحت يعني بند الزيارات للشخصيات النافعة أو الحديث عنها. مش شرط يعني ممكن يكون شخص متوفي، فممكن أتكلم عنه وأجيب صوره وحاجته وأحكي لكم عنه حكايات الهدف منها تفيدنا حاليا. فده قسم. برضو الإذاعة القرآن الكريم أحيانا بيجي فيها حاجات حلوة جدا، فبلحق أسجلها وبخليها وبنزلها لحضراتكم عشان لو حبيت تسمعها في وقت آخر. جزء من الذكريات بتاعتي مع أولادي ومع أصحابي بنزلها عشان تكون ذكرى يدعو لنا بالرحمة عند الوفاة، ونتسامر مع بعض فيها ما دمنا أحياء، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيضا المواضيع الدينية تحت عنوان حصة الدين، الدردشة العامة تحت عنوان قعدة عرب. حابب أشارك ده مع حضراتكم، حابب أروح يعني أفتح موضوع أو في موضوع يكون مفتوح بيني وبين صحابي نبدأ نفتحه واستفيد من حضراتكم فيه، ومواضيع كثيرة إن شاء الله. أيضا الجزء المختصر بتاع الصوت والصورة، أحيانا بحب أوجه رسالة سريعة، فما بلاقيش نفسي في الكتابة قوي دلوقتي، عايز أتكلم، عايز أطلع اللي في صدري مع كل الناس اللي شبهي، مع كل الناس اللي إن شاء